سلام الله عليكم، حياكم الله وبياكم أينما كنتم أيها المشاهدين الكرام. حياكم الله وارحبوا مع أبو مرزوق. كلمة حق في وجه ملك جائر أو زمان ظالم. الزمن ما ظلم ناس، الزمن والله ما يظلم إنسان، الزمن والأيام اليوم هو نفس اليوم والساعة نفس الساعة، وإنما الناس الذين ظلموا أنفسهم. طيب، القضية الفلسطينية، والله العظيم صرنا نستحي أن نشاهد المقاطع وأن ننشر المقاطع، يعني متفرجين 2 مليار مسلم ما حركوا ساكن. الآن أصبحوا أهل فلسطين وأهل غزة، أصبحوا أهل غزة والله ما يبغوا منكم سلاح، والله ما يبغوا شيء. يا عرب لا تخافوا، كل واحد يكدس الترسانة العسكرية حقه إلى حتى تصدي يأكلها الصدى والدحل. خلوا صواريخكم طائراتكم لين يأكلها الدحل يدحل. جيم الغزة ما طلبوا منكم فزعة انكم اصلا هم عارفين انكم لا شيء، عارفين انكم لا شيء، حتى لو استصرخوا واستنجدوا يعني عارفين انكم ما بتتدخلوا عسكريا معهم، ولكن طلبهم حاجة بسيطة فقط، حاجة بسيطة. ادخلوا لهم الغذاء والدواء والماء والأكل. الأكل قولوا لا إله إلا الله، ما لكم أكل أطفال راحوا أكلهم الجوع، أطفال يأكلون من التراب، حتى في الزبايل ما عاد حصلوا أكل يا ناس. قوم عزيزين ذلهم الزمن، أهل غزة عزيزين صابرين على جوعهم وعلى ظماهم وعلى مرضهم وعلى قصفهم وعلى إعصارهم وعلى تشريدهم وعلى صابرين يا والله ما استنجدوا يا مسلمين تعالوا قاتلوا معنا، لا، طلبوا أكل، أعطونا أكل، احنا بندافع عن أراضينا. ولكن حتى الأكل أصبح عند المسلمين جريمة. أتحدى أبوك يا عربي ويا حاكم أن تدخل يعني 5 كيلو فقط من الأكل الفلسطيني. والله العظيم لا يلطمك نتنياهو بالحدايا على وجهك. نتنياهو لا يطلع الحدايا ويعطي أبوك ملطام، يقول لك ليش دخل لهم يعني كيلو طحين. يا سفا عليكم يا عرب.